الحلقة السابعة. إني باتكرا يعني إنجي من جبنينا بيواسوها لهيلا بيواسوها بيقولوا كابين كوي دسا وهيلاي كابين كوي دسا جا إيدينا فايت كان بنينا لما يطلقوا المرأة بيقول لها كابين كوي دسا يعني أنت لسه غصنك ناظر يعني ما تهتمي بالكلام ده بما إنك أنت لسه شابة يعني إن شاء الله هتتزوجي للمستقبل كده كابين كوي دسا وهيلاي بنينتان انجي تورا فاتشنن ونادرين ورودري كون نوغشا دوباترنن فركيلو سوكا كير سولي فركيلو سوكا كير سولي فركيلو سوكا كير سولي المهم يزب جبل فركي سولي كروتا من يتاچنن وشفع مشو قالوا يزب تاروناي انجي بالحريم يزب تاروناي انجي فبقى الحالة بتاعت يزب هنا حالة حنن بما انه واضح انه كان جاء من الجبل اختباؤه 10 سنين دي كانت في حتة خلا والوصف اللي قالوا مكي في إيزب الوقت ده يعني كان ما كان في البلد ويرمنوه إيزب تاروني انجي كبان كيدا تكرتينن جتلا كورجين ايلا غورجين مولو تيغوجا جنن يعني بحالته جتا كورجين كانوا بيشمئزوا من حالته جتلا كورجين ايلا غورجين كبان كيدا تكرتين إيزب توترون نكن يلا بعد اشوف الحالة الحزينة الجبهة يزب في الحلة يوم طلاقة او بمناسبة طلاقة كان في كابين كويدسة قاباني سندو معناه كان مطلق والناس جوي واسوها يعني كان في لما في البيت في اللحظة دي يزب جبل فركي بالخور فالنسوان بيحنوا عليه وبرضه خايفين بيضحكوا من حالته كده يعني انا ما بعرف كلامي ده طبعا عربيوني ركيكه لكن برضه بحاول اوصل يعني المهم كمان كده ايزي بتوترو نكن كتتو ديك سكا قبر اسمريتو وجهين قنبوتا سبنتان هلوغون جناك دم فين سامل اللي دليق نكر كيد لو كلان يرنلو نكر نكي جفين نيانيس نكر اركبي سنتي شورتا قمري هاگي نكر بردو اركبي يقول لاغا اركبي هنا قال كتي توديكا يعني هدوم مشرطة كله اسمري كتفين ظاهرة توق رجافيني قنبوتا سبنتان هلوغون جناك دم فين مخلوع اركبي سنتي شورتا قمري هاگي نكر مانيو كودين كل وير جريدين جيتي نكر مانيو كودين كل وير جريدين جيتي نكر دي حالته لما وصل هنا كان حالته يرسى عليها يعني على حسب الوقت إنين باتا إن كبكي داتتي كابجاغوني تاني قرر إنه يمشي إن أغرته نوغينا إدي كوندونا تولي كورجيدر هبوت تغربتشا شكمجة جسكو ستوب نكر حتى ورد رحمة الله عليه قال لي مكي أنا يعني أين لامون يون تولي شكمدا تفنان ده فوصفوكا إيرينير جسكا ده يعني لا مؤاخذة تولي شكمدا تولي ده كان تولي شكيم اللي زمان اللي كان بيعملوا الهبوط كانوا بيحرقوا الصبيطة ويلخبطوا مع التولي ده تولي شكيم يجي كسان كان زي الصفة هسه يعني كان بدل العطرون مثلا شكمدا كون جكينا تفوساغوني ديكوندونا تولي كورجيدر هبوطة سكتر شكمتشا جسيكو ستوغ نكر ويداغونيو جانكاتر كن نوغوندا من كيتشادي نكر يعني غونيا كاغي ناني كان بيغا من كيتشادي نمان يعني السراب يعني بيغا يتلاشى عن الانظار كالسراب يعني النوغون كان دفو غورتين ادا فايتسينا يلا روسكودي تانغونا وسكينس كاديك مشوغالي ايزي بنادوي تانغونا جاغلي جر جي ماردا كوني اونيمونو سوي تانغونا بانيسان كيتلو فارجي كان موغي كلوغون اوريناي نوري فاك ديفاي دكا هي نارنتاوغون دوشيناي دي كان ختمة الجزء الأول. أنا طبعا فطيت كتير يعني عشان تصل الزمن وما أنا ما عارف النفس تراودني في وردي ووصفه وطريقته للقافية وترتيبه مكي طبعا كي امتاز في القافية كقافية يعني مثلا ينتهي أكثر من 10-12 كوبلي بالسطر بمثلا حرف الدال بحرف الجيم بالقافية المعروفة في العربية. أما وردي كان امتاز إنه يختم القافية مثلا ب3 كلمات متشابهة زي ما اتحدوا محمد بشير عتيق شعراء الحقيبة كانت يتحدوه في إنه يعمل لهم قافية من 3 كلمات
فعشان كده كان كتب يا نسيم بالله أشكيل تباريح روحي وهيامه، يا نسيم عن شخص أرويله حديث الحب تأويله، أبالغ شرحي تطويله، لعله يسيب ده كله أو أقله، يرجع قلبي لمحله. يعني بقى يقول لو في 3 كوبليهات وكده. يعني اوعى من ديك وهم اعاديك، ختام يا روحي اهديك، تحيات حبي وكلامي. يعني كل سطر كان بيختم بكده. فبالتالي وردي كان برضو قال في وايا لايقا حقته هم يعني 3 اغاني بوايا لايقا. وايا لايقا على فكره كان زي اسمر لونه، اي واحد كان بيضيف في ده. قال نكجلا نمين كيغون ما كجلا جلركين جددر جلا كان جلا جو كان جلا جلركني جلني. يعني قال تقريبا زي 7 جلا في كوبليه واحد. وتاني في وايا لايقات تاني كان قال دولي بانيا دولي دلدرا. يعني كم دولي برضو قالها كويس. السرين بال كتيرا كينا نكرر تلنا وير كدرا هسليك اي قشاق اشرا والذكرى ندكرى جيكرى. يعني كان نفس الطريقة بتاعت محمد بشير عتيق في يا نسيم بالله أشكيله كده. الظاهر انه انا اكتفيت من ايزي بوهيلة بس كمكي، لكن مكي عنده صور جمالية جدا جدا وقوافي عجيبة جدا جدا ومعاني كثيرة جدا جدا وكلمات نادرة جدا جدا. اذا امد الله في الاعمار ممكن نتكلم في مكي وفي وردي. بالمناسبة وردي برضو كان وصاف جدا 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 في النوبية. يعني إذا فهمت أغانيه النوبية تكاد تقصف أغانيه العربية اللي كتبها أي شاعر، وعلى مسؤوليتي. أنا شايف الوقت اللي حددتوه يا أستاذ أحمد على وشك إنه ينتهي، وحأختم ولسه في حاجات كثيرة جدا جدا ما دخلنا في وصف فطاحلة شعرانا. بدينا بمكي لأنه هو الوصاف عندنا يعني، لكن كان وردي رحمة الله عليه ومحمد مختار عبدون ما يستهون بأحد. كل واحد عنده تحفة أو تحف في مجاله أو في غنائه أو في شعره أو في وصفه أو في موسيقاه أو في كده، ويجب أن نتحد. أو الناس اللي أنا بقولهم ديل كلهم حتى اللي ماتوا منهم ربنا يرحمهم مفروض نأرشف لهم شغلهم. إحنا كمهتمين مثلا إذا سمينا هكذا، أنا أشوف إنه يعني بادرتكم دي بادرة جميلة جدا جدا. ممكن نعمل أرشيف كبير جدا جدا في جروبكم ده أو في صيصاب كمنطقة أو شباب صيصاب كمجموعة. ممكن نأرشف الكلام ده جدا جدا، وحتلقوا يعني اللي أضخم مني واللي أفصح مني واللي أكبر مني واللي أفهم مني في المجال ده. وأنا أسعى إنه أجيب لكم الناس اللي نحن بنتتلمذ على يدهم. وإنين بات 30 دقيقة اللي قلتوها جات، إذا في نية إنه نواصل ونجمع تحف كلامنا ونوادر كلامنا وكذا، أنا بشخصي وبما أملك كبش فداء للنوبة وللنوبيين ولكم يا أهلي في صاي. وتقبلوا تحياتي. عبد المجيد منور، عبد المجيد المحس خويا. شكرا.